يا ترى ايه اللي لقوه موجود جوه بئر زمزم؟ في سنة 1978 كان في أعمال لتوسعة الحرم المكي ليستوعب عدد أكبر من الحجاج، وكان في كمان عمال بيقوموا بأعمال الحفر بجانب الكعبة، وفجأة وهم بيحفروا تطلع المية من الأرض، فيوقف المهندس يحيى كوجك أعمال الحفر ويبتدي يبحث عن السبب. كان المهندس يحيى بيخاف يحفر في مصادر تغذية بئر زمزم، وطبعا زي أي إنسان طبيعي في التاريخ خاف المهندس يحيى إنه يكون هو اللي أفسد بئر زمزم. عمل ايه بقى المهندس يحيى؟ ابتدى يفكر المهندس يحيى في استخدام الغواصين بداخل البئر عشان يعرف الميه بتخش له منين، وبالفعل اتفقوا على الاستعانه بغواصين من ميناء جده. استعان المهندس يحيى ساعتها باتنين من الغواصين، واحد مصري اسمه محمد يونس والتاني كان باكستاني، وكان عمق البئر بيبلغ 19 متر وعرضه متر ونص. ونزل الغواصين فعلا للبئر وبايديهم بوصله عشان يعرفوا اتجاه المنبع. والغريب في الموضوع ان البوصله كانت بتتحرك بسرعه جدا ومش في اتجاه معين. افتكر ساعتها الغواصين ان البوصله يا دوب عطلانه، فطلعوا وغيروها واستبدلوها ببوصله تانيه. ولكن المشكله اتكررت مره تانيه، البوصله في بئر زمزم ما كانتش بتدي اي اتجاه. وبعد بحث كتير كان السبب في عدم إعطاء البوصلة لأي اتجاه ثابت هو وجود مخلفات معدنية في قاع بئر زمزم. ولقوا بقى فيها أواني فخار، عملات عثمانية وبريطانية قديمة، مواسير حديد، وعقود وحبات من السبح، وإطارات سيارات. وكانت كل المخلفات دي عادية، ولكن كانت في حاجات مش عادية، منها أختام وقطع أحجار منقوش عليها أسامي ناس رماها الناس في البئر من زمان جدا، اعتقادا منهم إن ده بيجيب البركة. ولقوا كمان قرون حيوانات كانت بتستخدم من قبل السحرة والدجالين في أعمال السحر. طب منين جت المخلفات دي؟ كانت السيول لما بتيجي كانت بتجري في كل حاجة في طريقها وبترميه في البير. وعشان كده لقوا الغواصين كمان أزايز من المياه الغازية، وكمان برادات شاي وحاجات تانية كتير. ساعتها بقى حصل مشكلة كبيرة جدا في تنظيف البئر، كان الأمر شبه مستحيل، وخصوصا إن اتنين بس هم اللي يعملوا الموضوع ده، لأن اسطوانات الأكسجين كانت بتستمر بس 30 دقيقة، وعشان الغواصين يوصلوا بس للمكان بيستمر ل10 دقايق وزيهم وهم طالعين. وعشان كده كان لازم تنظيف البئر ينتهي في 10 دقايق بس. لقى المهندس يحيى حل للمعضلة دي بإنه استحضر ماكينة لضخ الهواء بخراطيم طولها بطول البئر 19 متر تمدهم بالأكسجين وهم تحت. ومع بداية عمل الماكينة اتعرض الغواصين للتسمم، وده بعد ما سربت المكنة زيت مع الأكسجين. وتم ساعتها سحب الغواصين من البئر، وساعتها ادوهم لبن لإنقاذهم، وبعدين رجعوا ينزلوا مرة تانية. كان ساعتها العمل بيتم بطريقة يدوية بسيطة عن طريق ملء جراد المعدنية بالمخلفات ثم سحبها الأعلى. ولما ابتدوا ينظفوا لقوا مفاجأة، إن بعد أعمال التنظيف دي اكتشفوا إن العمق الحقيقي للبئر 30 متر، وإن كان فيه 11 متر بس من المخلفات. كان العمق كبير جدا. مش بس كده، ده كمان في وقت العمل هاجمهم الإرهابي اللي هاجم على الحرم المكي جهيمان العتيبي. اقتحم العتيبي الحرم وخطف كل اللي فيه، وكان معاه راجل بيدعي ان هو المهدي المنتظر. اتوقفت ساعتها اعمال الحفر، وفي وقت ما كان بيهاجموا الشرطه انقطعت الكهرباء، واتقطعت اعمال المضخات اللي كانت بتسحب المياه الجوفيه، والمنطقه كلها غرقت بالميه، وكمان غرق البئر بالميه الملوثه. انتهت المواجهات اخيرا من الشرطه والعتيبي بالقبض عليه. وبيحكي مهندس يحيى في مذكراته انه لما دخل الحرم لقى فوضى كبيره جدا، كان في ساعتها بوائل المعركه دي على وش الميه من الاسلحه. واخيرا رجع العمل من جديد، وعملت المضخات على سحب الميه، ودي كانت فرصه كبيره جدا عشان يشوفوا منابع زمزم بعيونهم. فنزلت ساعتها الكاميرات الحديثه عشان يصوروا الحدث ده. وفي الصوره دي هتلاقي الغواص المصري محمد يونس وهو بيشوف لاول مره في التاريخ البشريه منابع بئر زمزم، وده كان انجاز بشري ساعتها كبير جدا محدش وصل له قبل كده. الشقوق اللي انت شايفها في الصوره دي هي شقوق في الارض، وكل ما المطر بينزل حوالين مكه بينزل ما بين الشقوق دي وبيتصب في الاخر في بئر زمزم، وكل ما بتجف بتتملي من جديد. وهي دي كان جزء من حكايه بئر زمزم.